ولد المراكشية. الاسم الحقيقي ديالو عبد الرحيم. تزاد في سنة 1970 في حي شعبي مكرفص بعيد على وسط المدينة، فين كاين الضجيج والفقر والسعاية. والأم ديالو كانت خدامة في واحد الكوزينة في واحد القهوة، كتقلب مسكينة على لقمة العيش ديالها. والأب ديالو كان مجهول الهوية، كبر وسط واحد الحومة فيها كل أنواع الانحراف، الشماكرية، الطلابة والحرافيش. ما كانش كيلعب مع ولاد الحومة ديالو، كان ديما بوحدو كيتفرج وساكت، ولكن كان حافظ كل حركة وكل كلمة. في الثمان سنين ديالو شاف واحد الموقف غيبدل ليه دماغه. شاف واحد خاينة كيسلخ في واحد البوليسي بالعصا قدام الحومة، والبوليسي كيعيط وما قاد حتى يدافع على راسو. هاد الصورة ترسخات ليه في راسو. يعني القوة ماشي في القانون، القوة في الرعب. منين وصل لسن 13 عام ولا كيسرق من المحلات، كيدخل السوق وكيهز كلشي في هابور، فحال كان كيختبر راسو واش يقدر يفلت من العقاب ولا لا. تشد اول مره بسبب سرقه جافيل، ومن تما دخل الاصلاحيه. تما ما تعلمش كيفاش يكون مواطن صالح، بل تعلم كيفاش يكون مجرم محترف. كانوا فيه ولاد الشوارع من طنجة وفاس والرباط، كل واحد كيحكي قصص السطو والتهريب. وولد المراكشية كان كيسمع وكيرواق وكيسول وكيسجل في دماغه كلشي. رجع للحومة، لكن ماشي نفس الشخص، رجع ببسطام ديال الأفكار الإجرامية. من 1982 حتى 1983 دار سلسلة من السرقات الصغار. كان كيوقف الطاكسيات في نص الليل وكيجريسي السائق، وكان كيهدد صحاب البرارك وسط السوق وكيجبرهم يعطيوه نسبة من المدخول. كان كيبيع الحشيش والقرقوبي للصغار في الحومة. ما كانش كيدير داكشي للفلوس فقط، كان باغي النفوذ، ولا كيتسمى في الحومة ولد المراكشية مول الدم البارد، حيت كان كيضرب وما كيتراعاتش. بالنسبة للضربة الكبرى لوكالة تحويل الأموال، كان داك الوقت عنده 23 سنة. دماغه خدام كأنه في فيلم أمريكي. دار واحد الخطة دقيقة، كيمشي كل يوم قدام الوكالة كيتفرج كأنه زبون. لاحظ شحال كاينه من كاميرا، وهيمتى كيدخل البوليس اللي كيسير الدوريات، خدا 3 من الناس اللي كيتيق فيهم، دربهم على الدور ديال كل واحد. نهار السطو كان كل شيء محسوب بالدقيقة. دخلوا بالسيوف تحت القشابة ديالهم، كموا العاملين، داروا لهم كميم وخداو 6 مليون سنتيم ومشاو في حالهم في 4 ديال الدقائق. لكن قبل ما يمشي ولد المراكشية دار حاجة خلات البوليس يحير. خلى 20 درهم فوق الكونطوار وقال: باش تعرفوا أننا ماشي صعاليك، احنا فرسان. هذا هو التحدي. الهروب والعيش في الرعب. في السنين اللي دازت عبد الرحيم ولا فحال الشبح، ما كيبانش في دار وحده، عنده 4 ديال الشقق في مناطق مختلفة، وحده في كاريان المعريف، ووحده في سباتة، ووحده في كاريان سري في مديونة، ووحده ما معروفاش لحد الآن. كان كيستعمل بطاقة الهوية ديالو مزورة، وكان عنده علاقة مع موظفة في المقاطعة كتحرف جميع الوثائق اللي بغا بمقابل مادي. كان كيمشي لصالة القمار وكيلبس كوستيمات ويخسر فلوس بلا حساب، وكيبان كيف واحد من رجال الأعمال الناس عمرهم شكوا فيه. فيلا كاليفورنيا، الجريمة اللي فضحاته. عبد الرحيم دار أكبر خطأ في حياته. في واحد الليلة بردانة من شتاء 1985 قرر يسطو على واحد الفيلا في حي كاليفورنيا ديال واحد التاجر كان سميتو الحاج المديوري. ما كانوش باغيين يقتلوه، فقط كانوا غير باغيين يسرقوا. لكن الخطة تقلبات. التاجر المديوري قاوم والمرأة خرجات كتغوت. عبد الرحيم فقد السيطرة وطعن التاجر، شريكو ضرب المرأة حتى ماتت. هربوا، ولكن خلى بصمات وخيط ديال القميجة. هنا البوليس بدا كيجمع في الخيوط. الخيانة والطيحة، النهاية المفاجئة. صديق قديم من الحبس ديال عبد الرحيم واللي كان كيغير منه اتصل بالبوليس وقال لهم يقدر يوصلهم ليه. داروا خطة وحدوا اللقاء في مقهى النخلة في عين سبع. ولد المراكشية جا، داز اللقاء عادي حتى خرج وتلاقاه البوليس دايرين به. هرب، ولكن تقاص في الرجل ديالو وطاح. المحاكمة ديالو
وجه بدون ندم. في المحكمة كان كيشوف القاضي بنظرة باردة وقال ليه: أنا ما سرقتش، أنا خديت حقي من المجتمع ظلمني. تحكم بالإعدام، ولكن تحولات السياسة والضغوطات ديال منظمات حقوق الإنسان خلات العقوبة تحول للمؤبد. في حبس عكاشة دخل مرحلة جديدة، ما كيهدرش، ما عنده علاقات، كيكتب في دفتر صغير ما عرفوا شنو فيه. كاين اللي كيقولوا كيكتب في مذكراته، وكاين اللي كيقولوا باقي مخبي اماكن الفلوس والذهب وباغي يعطيهم لشي واحد من عائلته، ولكن حتى واحد ما عرف شنو في دماغه. اكيد غادي نزيدو نغوصو اكثر في القصه ديال ولد المراكشيه، ونكشفوا جوانب خفيه من حياته داخل وخارج السجن، علاقته بالعالم السفلي، شكون كانوا اعداء ديالو والحلفاء ديالو. حيت بحال هاد النوع من المجرمين ما كيتوقفوش عند السرقه والقتل فقط، بل كيبنيو شبكات كيأثروا على مجرمين اخرين، وكيخليو البصمه ديالهم طويله حتى من وراء القضبان. منين دخل ولد المراكشيه الحبس ديال عكاشه في 1986 ما كانش سجين عادي، دخل وهو نجم اجرامي معروف، محط انظار البوليس والاداره في السجن وحتى المساجين. في البدايه داروا ليه عزل انفرادي، خوف من انه ينظم شي تمرد او ينشر شي افكار في المؤسسه، لكن حتى وسط العزله قدر يفرض راسه. كان كيصيفط رسائل مشفره لمساجين اخرين عن طريق اوراق مخبيه في الاكل او داخل الكتب الدينيه. الرسائل كانت فيها تعليمات وتهديدات ووصايا، فحال إلا هو زعيم عصابة كيتحكم من بعيد. السجن ما كانش نهاية، كان بداية جديدة. في حبس عكاشة عبد الرحيم تقرب من مساجين اخرين معروفين بالخطورة. عمر الشلح، قاتل مأجور من الشمال، تشد بعد ما دار أكثر من 5 عمليات اغتيال. تركي، مزور وثائق، كان كيصوب بطائق هوية للمهربين والمجرمين. عزيوز الحطاب، مغني شعبي سابق، دخل الحبس بسبب تورط ديالو في شبكة الدعارة والتجارة في السلاح. ولد المراكشية جمعهم ودار منهم حلقة مصغرة ديال مجلس الإجرام، كانوا كيتلاقاو وكيديروا خطط باش يسيطروا على تجار الممنوعات داخل السجن، بيع الحشيش، الماكلة الغالية المهربة، التليفونات إلى غير ذلك. حتى الحماية للمساجين الجداد كانت مقابل فلوس أو خدمات. محاولة تصفية داخل الحبس. في 1991 واحد من المساجين اللي كان باغي يدخل في مجلس ولد المراكشية حاول يقتله بعد ما قبلوش يدخل معاه. في الليل وصل الجناح رقم 4 وهو ناعس، هجموا عليه بجنوية مصنوعة من الفرشي، ولكن عبد الرحيم كان ديما واعي. قبل ما يوصل ليه ناض ليه وخلا ضربوه، وما ضربو حتى جاب البوليس. من داك النهار ولات الأسطورة ديالو أقوى، كيتقاتل في الحبس ديال عكاشة. ولد المراكشية كينعس بعين وكيفيق بالأخرى. التحول النفسي بين التوبة والدهاء. ما بين 1995 و 2005 الناس بداو كيتسناو ولد المراكشية يموت ولا يفقد عقله، ولكن العكس اللي وقع. بدا كيقرا كتب علم النفس، كتب القانون، وحتى الروايات البوليسية. تقرب من الفقيه ديال الحبس وبدا كيناقش معاه مفاهيم الشر والخير، ولكن بطريقته الخاصة. كان كيعطي دروس سرية في المنطق الإجرامي لصغار المساجين، كيفاش يتفاداو الأخطاء اللي دار هو، وكان كيدوي لهم بحال شي أستاذ في الكلية. الجريمة بلا عقل بحال السفينة بلا رادار، غادي تغرق قبل ما توصل. هذه هي المقولة الشهيرة ديالو. لكن السؤال اللي بقى دايما مطروح، واش فعلا تاب ولا غير كان كيخطط لشي حاجة كبر من وراء القضبان؟ شبكة خارج السجن، الليد اللي ما زالت طويلة. حسب التسريبات ديال البوليس ولد المراكشية عنده علاقات برا حتى بعد سنين من السجن. خوه الصغير عبد العزيز تاجر عقار في كازا اللي دار ثروة كبيرة مفاجئة في 10 سنين. بنت خالته اللي كانت خدامة في الإدارة وتشدات عام 2007 بتهمة تهريب أوراق لمعتقلين. سمسار معروف كريان سباتا اللي كان كيشيع أنه كيغسل فلوسه في مشاريع عقارية وهمية. كاين اللي كيقول بأنه كان كيتوصل بأرباح من مشاريع إجرامية مستمرة باسمه،
وأنه حتى البوليس كانت عاجزة أنها توقف الشبكة ديالو كاملة، حيث معقدة ومنتشرة بزاف. في 2011 البوليس كشف محاولة هروب خطيرة من عكاشة، كانت غادة تنفذ في رمضان. الخطة كانت على الشكل التالي: شريكو التركي يصوب ليه بطاقة مزورة على اسم موظف، شاري السراولية يديروا ليه لباس رسمي، في ليلة العيد يدوز من بوابة خلفية على أساس أنه موظف خارج من الخدمة. لكن الحارس اللي كان شاك في الحركة زاد من المراقبة وتم إفشال العملية في آخر لحظة. من ثم ولد المراكشية رجع للعزلة التامة، بلا تواصل، بلا فراق، بلا حق في الزيارة. حتى اليوم ما كاين سجين دار كل هاد الآثار في المغرب بحال ولد المراكشية. كاين اللي كيشوف مجرم خطير خاصو يتسنى، وكاين اللي كيشوف عبقري إجرامي ما استغلوش في محاربة الجريمة، وكاين اللي تصوروه ورجعوه كبير في حال الأفلام منين كيخرج في الشعاف ملكي وكيكمل مسيرته القديمة. ولكن الحقيقة اللي كيعرفوها غير المقربين منه هي أن عبد الرحيم مازال ما قالش كل شيء، ومازال مخبي حكايات وفلوس وناس كيتسناو الإشارة. من بعد محاولة الهروب اللي فشلت في سنة 2011، الإدارة العامة للسجون دارت عبد الرحيم في واحد الجناح خاص، بلا راديو، بلا تلفاز، بلا شرجم. الحراس كيتبدلوا كل أسبوع وكيبدلوا ليه الزنزانة باش ما يتأقلمش وما يعرفش المكان مزيان. ولكن ولد المراكشية ما كانش محتاج حيطان باش يخدم عقله. في العزلة بدا كيتعامل مع الوقت بحال واحد قانوني، كيدوز ساعات في التفكير وفي الكتابة والملاحظات. الموظف اللي كان كيدخل ليه الماكلة قال واحد النهار في شهادة غير رسمية: في شي مرة حسيت بحال كيشوفني من تحت جلدي، بحال كيقرأ أفكاري غير من طريقة التنفس ديالي. منين داروا تفتيش مفاجئ للزنزانة ديالو في سنة 2018، لقاو واحد الدفتر صغير مخبيه، فيه تواريخ محددة، أسامي مستعارة، رموز فحال المثلثات فحال شي حويجات أخرين، خرائط بسيطة وخطوط كتمشي بين أحياء في كازا وفاس وطنجة. رجعوا ليه الدفتر بصعوبة، ولكن من داك النهار بدا البوليس كيتسنى يسالي محاكمته باش يعاودوا يعتقلوا في ملفات جديدة. كاين اللي كيقول ان داك الدفتر فيه اسرار بقى ما تحلاتش، اماكن فلوس مخبيه، اسامي متورطين كبار، وخطه اخيره تحت عنوان العوده. رغم انه كان معروف وما تزوجش رسميا، خرجت اشاعه قويه في 2022 كتقول بان عبد الرحيم عنده ولد من علاقه سابقه مع بنت البرنوسي. الولد دابا في العشرينات من العمر ديالو، وكيبان عليه نفس الدم البارد ديال عبد الرحيم. ولد الحومه قال في شي فيديو: شفنا كيشبه ليه بزاف، نفس الطريقه ديال المشيه ديالو، نفس النظره، وكيجمع مع ولاد الحومه القدام شي حاجه غريبه. البوليس بدا كيراقب داك الشاب، ولكن ما دار حتى شي خطا. ومع ذلك بعض الصحفيين كانوا كيقولوا بان ولد المراكشيه ما ماتش، تبدل الجسد ديالو، ولكن العقل باقي كيتنقل. كاين شي مساجين جداد ما كيعرفوش القصه كلها، ولكن غير ملي كيسمعوا سميتو كيبرد ليهم الدم في العروق ديالهم. في حبس عكاشة كان واحد الحيط قديم فيه جملة من المحفورات. هنا مر ولد المراكشية وخلى آثار ما كيمحيه لا وقت لا قانون. كان واحد الموظف تقاعد من الخدمة قال في واحد الجلسة خاصة: ما عمر شي سجين داز بحالو. هاد السيد ما كانش غير مجرم، كان واحد العقل إجرامي اللي يقدر يدوخ دولة كاملة. الناس كيقولوا: واش إلا خرج غادي يختفي، ولا غادي يرجع باش يكمل ينتقم، ولا يعطي المفتاح الأخير قبل ما يختفي؟ كاين اللي شراو أرض في المناطق اللي كان داير فيها الدفتر غير باش يلقاو شي أثار، ولكن بداو كيديروا عليه وثائقيات سرية، وحتى شي واحد ما قدر يوصل للعمق ديال العقل ديالو. واحد الصحفي اللي دار عليه بحث 3 سنين قال: ماشي غير مجرم، راه مشروع دولة موازية ما خرجاتش من الورق. اليوم في سنة 2025 ولد المراكشية قضى أكثر من 35 عام في الحبس بلا ما يطلب العفو، بلا ما يبكي قدام المحكمة، وبلا ما يركع للندم. لكن حتى حد ما يقدر يقول القصة سالات، حيث الدفتر باقي فيه أوراق ما تقراوش،
الشبكة ديالو يمكن مازال خدامة، والولد اللي كيتقال عليه انه ولد مراكشية كبر وساكت. في شي نهار غادي يخرج صوت من الظل، ويمكن يقول ولد المراكشية شخصيا، ولا يمكن يكون نسخة جديدة أخطر وأذكى وأبرد. هكا سالت هذه القصة، نتمنى أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم، وتدعمونا بزر المتابعة والاشتراك، وشكرا على المتابعة ديالكم.